كان في واحد البلاد بعيدة على المغرب، بلاد الشمس الطالعة. كان واحد شاب سميتو يوشي شيراتوري، تزاد في 1907. كبر يوشي في حياة بسيطة، خدم شوية في محل وشوية كصياد، ولكن ما كانش راضي، وكان دايما كيشكي من الخدمة وما كيحمدش الله عليها. ومرة فوق مرة الخدمة ما بقاتش كافية وطردوه من المحل، وبقى كيقلب على خدمة جديدة، ولكن ما لقى حتى حاجة. الفقر بدا كيزير عليه واليأس كيدور به، حتى واحد النهار قال: ما بقى قدامي والو، غادي ندير قصبة ونمشي نجرب الحظ في الصيد. ومشى للبحر يصيد نهار ويرجع خاوي نهار، والحياة ما ساعدته حتى في المعاش. وبالليل بدا كيتفرج في الصيادين الآخرين اللي راجعين محملين، والحسد دخل قلبه وبدات النفس توسوس ليه بالشر. حتى واحد الليلة داها السبة وسرق شوية سمك من السوق. كانت أول خطوة في الطريق الغلط، ومن بعدها ولا كيسرق باش يعيش، ولكن ما طالش حتى طاح في ايدين البوليس. ولكن المصيبة الكبيرة هي أنه ماشي غير تهمة ديال السرقة اللي لزقوها ليه، تهموه بالقتل العمد. وكان يوشي كيصيح ويقول: راه ماشي أنا، راه باغيين يغطيو على شي واحد كبير في اليابان. ولكن ما كان اللي سماو، شدوه ورماوه في السجن. وبدا فصل آخر من حياته، فصل ديال المعاناة والهروب. الهروب الأول: يوشي كان ذكي بزاف. في 1936 وهو في سجن أوموري، لقى واحد السلك ديال الحديد كيدور دلو الاستحمام. خدا السلك وقعد يخدم عليه حتى فتح قفل الزنزانة وحتى الأبواب اللي من بعدو. باش يخدع الحراس خلى قشو فوق الفراش باش يبان باقي ناعس. هرب في الليل مظلم، ولكن كان مجروح ومشى للسبيطار يسرق الدواء، وشدوه من تم وحكموا عليه بالمؤبد. الهروب الثاني: نقلوه لسجن أكيتا اللي كان معروف بالقساوة والتعذيب. يوشي لاحظ فتحة صغيرة في تهوية، وبدا كل نهار يرش الملح اللي كيعطيوه في الطعام على الحديد باش يطيح بالصدى. وملي تقطعات الضو في السجن واحد النهار، زاد شوية قوة وفك الأصفاد وداز من فتحة صغيرة بزاف، حيث كان ضعيف من الجوع. ولكن في الهروب دخل في مواجهة مع واحد الحارس اللي هجم عليه، فدافع على راسه والحارس مات. الهروب الثالث: جابوه لسجن أباشيري، أقصى سجن في اليابان، وحكموا عليه بالإعدام. ربطوه بالأصفاد ليديه ورجليه، والمراقبة كانت دقيقة. ولكن يوشي كان عنده قدرة غريبة، يقدر يحرك مفاصله حتى يخرج من الحديد. وواحد الليل فتح فتحة من السقف وهرب، كان أول وآخر واحد يهرب من داك السجن. الهروب الرابع والنهاية: بعد سنين ديال الهروب والمعاناة، يوشي ولا منهك، ما بقى فيه النفس. جلس واحد النهار في مقهى صغيرة وصادف شرطي طيب، داروا هضرة طويلة. وياميها يوشي حس براحة ما حسش بيها من زمان، وقال للشرطي: أنا ما باغي والو غير المعاملة الكريمة ليا والمساجين كاملين. وسلم راسه طواعية. خففوا ليه الحكم ديال الإعدام ل20 عام، ونقلوه لسجن فوتشو في طوكيو كما طلب هو. وبفضل حسن السلوك طلقوه في 1961 بعد ما داز 14 عام في الحبس. يوشي عاش ما تبقى من حياته في سكوت وهدوء حتى توفى في 1979 وهو عنده 71 عام. العبرة من القصة ديال يوشي كتورينا باللي اللي ما كيحمدش الله على القليل كيصحى من القى حتى الكبير، واللي ما كيعرفش قيمة النعمة الدنيا كتقلبو من خدمة للضياع، ومن الضياع للطريق الخايب. وفي نفس الوقت كتعلمنا باللي القلب إلا بغى يتبدل كيتبدل، وحتى واحد ما محكوم عليه يبقى في الغلط ديما، غير خاص غير اللي يسمع ليه واللي عاملو بحال بنادم. والخلاصة: طيبوبة كتقلب الحديد، والمعاملة الزوينة كترد حتى أقصى الناس لداكشي اللي صلاح.